هاي جايز، يا رب النهارده يكون يوم مليان امل وفرحه وسعاده، والاهم من ده كله ضحكه حلوه طالعه من القلب. النهارده الفيديو زي ما قراته في العنوان هو التفكير المفرط، او هتكلم بشكل عام عن التفكير المفرط، وده حاجه انا بعاني منها لحد دلوقتي. والمشهد اللي انتوا شفتوه من شويه ده كان عباره عن حاجه بسيطه جدا من اللي البني ادم بيحسه، بس وقت حتى ما يعوز يريح مخه، او ان هو يعني خلاص، يعني ربنا خلق لنا الليل عشان ننام ونريح دماغنا من المشاكل، او نريح دماغنا او ندي لدماغنا فترة استراحة بسيطة. الناس اللي بتعاني من التفكير المفرط ما بيحسوش حتى بالراحة دي. فانا حابة اكلمكم النهاردة عن ازاي نقدر نقلل الموضوع ده، وازاي نقدر نتخطى خوفنا، وازاي حتى نخلي ده يقف يتكلم. التفكير المفرط او الاوفر ثينكينج هو عباره عن ان دماغك دايما بتقعد تتكلم، بتفكر في ادق التفاصيل. يعني في حاجات دايما ممكن تعدي على اي بني ادم، او تبقى في مثلا جمله اتقالت في وسط هزار وانت خلاص انت دماغك مسكتها هتقعد تفكر فيها كتير جدا ومش هتسيبها في حلقه. وده بيتعب مخك، حتى بيجيلك زي اكتئاب، او حتى بيجيلك النشاط الجسدي بتاعك بيبقى مرهق جدا. يعني جسدك بيبقى مرهق وتعبان ومش قادر اصلا تتصرف او تعمل اي حاجة. فالتفكير المفرط هو عبارة عن جهد عقلي بيعمله زيادة عن اللزوم. تمام، يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه تفكير مفرط، واكيد المشهد اللي فات وضح لكم اكتر يعني ايه تفكير مفرط، وهل انت عندك تفكير مفرط ولا لا. وبما انك دخلت الفيديو ده فانت عندك تفكير مفرط عشان انت بتسأل نفسك السؤال ده. اوكي، الموضوع التاني هو انه ازاي نخفف، لانه هو مش بيخلص. عشان اكون صريحة معاكم، مفيش علاج كامل ليه، بس احنا نقدر نتحكم فيه وان احنا نقلل منه. عايزه اقول تاني ان التفكير المفرط مش بينتهي او مش بيتعالج بطريقه كامله، لا، احنا بس نقدر يعني بشكل عام نعمل كنترول عليه. اول حاجه ممكن اعملها، ان انا نفسي بعملها، هو انه دايما لما بلاقي دماغي وانا نايمه بتبدا تقعد تفكر، او مش عارفه انام او كده، وبقعد بقى افكر على حاجات حصلت مثلا من 15 سنه، من يعني حاجات حصلت وانا صغيره جدا، وفعلا الحاجات دي بتضايقني وانا كبيره، بس هي ملهاش علاقه، يعني حصلت وانا طفله، فخلاص ليه دماغي قررت تجيب الذاكره دي او الذكرى دي هنا دلوقتي في الوقت ده وانا عايزه انام، عايزه اريح مخي. فاول حاجه لازم نعملها هو ان احنا نشغل مخنا بحاجه ايجابيه يعني يشتغل فيها. زي مثلا انا دايما بقعد اذكر ربنا كتير، يعني دايما بشغله في حاجه مفيده. تمام، كمان ساعات بيبقى عندي افكار مثلا فيديوهات، ففجاه اقوم او امسك الموبايل واكتب الافكار اللي عندي دي واخلصها. لان عايزه اقول معلومه، انه معظم الافكار اللي بتجيلكوا وانتوا نايمين بتبقى افضل افكار وانجح افكار، فلو يعني ما استغلتوش ان انتوا تكتبوها فهي خلاص بح. يعني حتى لما تبقى انت نايم عندك امتحان، فمن كتر المعلومات، بالذات لو انت مش بتذاكر اول باول، فمن كتر المعلومات اللي انت حطيتها جوه دماغك فجاه بتحس انه دماغك اللي هو يعني خلاص مش قادر تستوعب، فتبقى نايم وفجاه يخطر على بالك سؤال. فالسؤال ده انت مبتبقاش عارف اجابته، يعني انت مش بتفكر نفسك، لا، انت سؤال جه في دماغك وقلت ايه اللي هيحصل لو مثلا حصل 1 2 3، ماشي، وانت مش عارف الاجابه. بتبدأ تقوم وبتدور على الإجابة وبتلاقيه في الامتحان. فهو صراحة ليه إيجابية، هو إنه يعني خلينا نكون صريحين، التفكير الزيادة هو بس مشكلته إن هو بيتعب المخ، ولكن الموضوع حلو أحسن من شخص مثلا ما بيفكرش خالص. فاحنا بس ناويين نعمل ان احنا نقلل منه، وان احنا نقلل منه زي ما قلت لكم في الخطوة الأولى هو ان احنا نشغله بحاجه مفيده. اول حاجه ما تسيبش مخك ان انت نايم بتقعد تفكر بحاجات وحشه، قوم امسك ورقه وقلم واقعد اكتب يعني كل حاجه. اوضح لكم احنا دلوقتي بنعمل ايه، بنكتب اهدافنا، تمام، فاحنا بنفكر فيها في نفس الوقت ماسكين ورقه وقلم وعايزين نكتبها. فالمخ بطريقه ما بياخد الذاكره دي ويحطها في مكان ما جوه. تمام، ايه اللي بيحصل انه بعد كده لما يعني ده بيديك حافز ان انت عايز تشتغل اكتر. الموضوع هو انه بس تشغيل مخك. اوكي، تاني حاجه
اكيد احنا لو نقعد نفكر كتير فاحنا ورانا حاجات كتير. على سبيل المثال مثلا انا عندي امتحان بعد بكره، والماده اللي عندي عباره عن كتابين وبصراحه يعني مش سهله قوي. ف لما ببقى نايمه دايما بقعد افكر في الماده دي، انه يا ربي انا لما اخلص الماده دي فانا خلاص يعني خلاص بقيت المواد سهله. وطبعا ده مش حقيقي لانه كل ماده هقول كده. فالفكره انه انا نايمه بس انا عارفه ان في حاجات متراكمه عليا، يعني في معلومات وحاجات متراكمه عليا. فانا بدل ما اقعد افكر والوم نفسي واضايق نفسي انه انا ما ذاكرتش وان انا مش عارفه ايه، لا بقوم وابدا يعني واحده واحده، لانه دايما البني ادم بس بيحتاج الدفعه الاولى. هتقولي يا كنزي ده كلام مش حقيقي وان انتي بتبالغي او كده، يعني سهله على اللي بيتكلم. ده حقيقي، ده حقيقي جدا، يعني انتوا ما تجدوش في اي حاجه وانا دلوقتي بكلم نفسي قدام كاميرا بس انه دايما البني ادم لازم حتى يسمع كلام. يعني دايما بقعد اقول ها انا اصلا يعني مش محتاجه مساعده من حد، وان انا بني ادم اقدر اعمل اي حاجه لوحدي وحاجات كده، وان انا مش محتاجه يعني دايما ببقى متخيله ان انا هقدر اعمل اي حاجه لوحدي. ده مش صحيح، يعني ده مش صح خالص. بالعكس البني ادم في وقت ما بيحتاج فعلا شخص يساعده. فيمكن انت اتفرجت على الفيديو ده يمكن عشان انا اساعدك، يعني حتى لو مساعده قليله يعني خليتك على الاقل تعيد تفكير في حاجات معينه. فدلوقتي كل الحاجات المتراكمه عليك تروح تعملها، مذاكره، تنظيف اوضه. وانا بحب قوي الفيديوهات اللي ببقى يعني عامله فيها فيلسوفه صراحه لانه بحس ان انا بقول كلام مهم. تمام. وساعات انا برجع للفيديو ده، يعني انا متاكده ان في يوم من الايام هرجع للفيديو ده عشان اسمع الكلام ده مني. فبس عايزه اقول ممكن نتفرج على فيلم حتى، يعني قبل ما ننام نتفرج على فيلم، نقرا كتاب، يعني فاهمين؟ المعلومه مش ان انتوا تعملوا ايه على قد ما المعلومه ان انتوا تستفيدوا بالوقت اللي انتوا بدل ما تقعدوا تفكروا فيه ودماغكم توجعكم وتفتكروا حتى ذكريات انتوا مش عايزين تفتكروها. تالت حاجه واخيرا، لا مش اخيرا يعني وليس اخيرا، هو انه ازاي يعني نقدر نسيطر على التفكير المفرط. اول حاجه في فيديوهات كتير قوي على يوتيوب بتتكلم عن الموضوع ده، وبما اني انا قررت ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده فانا واحده مش على درايه كامله بالموضوع، ولكن عندي معلومات بسيطه عنه. زي ما قلت لكم في اول الفيديو او لسه من شويه، من 5 دقايق او دقيقتين مثلا، هو ان احنا محتاجين نشغل دماغنا. فنشغل دماغنا هو ان احنا نلعب رياضه. تمام. بس في ناس ملهاش خلق على الرياضه، او مثلا نعمل مديتيشن، يوجا، كل الحاجات دي. كمان في فيديوهات على اليوتيوب كتير جدا عن الموضوع ده، بس بتتفرج على الفيديو وتقلده بس خلصنا. يمكن الفيديو ده مش عن التفكير المفرط على قد ما انا صراحه كنت زهقانه فقررت ان انا اعمل فيديو وادردش معاكم. فيمكن دي مش معلومات عشان اكون صريحه معاكم على قد ما هي دردشه، وبطلع طاقتي في حاجه عقبال ما. بس انا عايزه اقول هنا انه مفيش اي ذكرى في الدنيا دي ممكن تخليك تحزن وتزعل على نفسك، لانه خلاص كل حاجه عدت، يعني كل حاجه حرفيا عدت. الموقف اللي انت دلوقتي افتكرته وزعلت عليه وحزنت عليه، انت ليه تتعب نفسك وتزعل نفسك على حاجه ممكن تكون خلصت؟ ومش بس كده، ده ممكن حتى الناس اللي اشتركوا في يعني في زعلك في الحاجه دي اصلا ممكن يكون انت ما بتشوفهمش دلوقتي. وعايزه اقول كمان انه انا متاكده دلوقتي ان في كذا شخص بيتفرج عليا، حتى لو عددهم قليل جدا، حتى اللي منهم بابايا ومامتي وصحابي. بس عايزه اقول انه اكيد في شخص ما بيتفرج على الفيديو ده وهو عنده او بيعمل حاجه هو مميز فيها، سواء بيرسم، بيكتب، حتى نفسه يعمل فيديوهات. يعني ايا كان رغيت شويه صراحه وانبسطت صراحه، يعني طلعت طاقه كده كبيره. وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه وبس. واكتبوا تحت كومنت لطيف، اوعوا تنسوا اشتركوا في القناه. باي.